لا 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 محمد رسول الله انه الحكم وفر له ساعه ما ياخذش 17 دينار. الحكم اعطيه اكثر، مثلا هاي ناس مثلا ماتش الترجي الافريقي خليه ياخذ مليون، ياخذ 1000 دينار باش ما يمدش يديه حاجه، يعطيك الصحه باش باش ما يمدش يديه. واذا كان يخطئ نحن الناس الكل راهو رد حيدر رد انا كنت حكم ونعرف راهو الحكم يغلط كما البشر الكل، ولكن حتى الجوار ذكي برشا ويعرف انه الغلطه اللي على حسن النيه وما يكلمك على حتى حد اغلط من اغلط اي ويجوك لا حتى لو كان تغلط في بونتو وعلى حسن النيه يعرفوك على حسن النيه ويجوك بعد الماتش ويفسروك اللي ذاك راهو راك غلط في القرار. اما كيف اذا كان على سوء نيه راهو الملاعب التونسي اليوم ذكي برشا ويعرف انه حسن نيه وانه سوء نيه. دونك نحبوا ننظفوا قطاع التحكيم، هات ننظفوا ساعة المسؤولين عن قطاع التحكيم وبعد ننظفوا الحكام زي اللي يغلط يخرج لهنا اللي قولك حيدر ان الجامعه التونسيه تمر بامور ماديه طيبه وعندها فوائد حسب عندها فوائد، ولكن لا ما تستثمرش في الحكام. ولكن الحكام في تونس علاش ما يمشوش لكاس العالم ولا يمشوش كاس افريقيا؟ على خاطر نحن في تونس هنا ماناش عاطينهم الثقه، وبل بالعكس حتى المسؤولين في الجمعيات ومسؤولين في التحكيم قاعدين يخدموا بهم. انت كي تبعث حكم باش يؤدي مهمه معينه ويروح على روحه، انت حطيته في مظهر خايب كيفاش غدوه الكاف والا غيرها باش يعطي فيهم ثقه، وانت الاول تعرفوا اللي ماهوش اهل ثقه ولا ما عندكش فيه ثقه. حاجه ثاني حاجه يلزم الردع يكون على الناس الكل. اليوم تفكر اللي وليد البناني حكم من القصرين نهار اللي غلط ما بين ليتوال والترجي اللي هو ماتش ما فيه حد شيء معناها ماتش وقت الترجي خذت بطوله على راحه وفت اللعبه ماتش برستيج عدلت الترجي ولكن مسبوق برشا مخالفات الى يومنا هذا ما تعينش. مردود الحكم كان يعني النهار ذاك ما كانش طيب، خاصه في الماتش هذاك ما كانش ما كانش مردود ممتاز، كان مردود فيه برشا اخطاء، لكن الاخطاء لا ترتقي للاخطاء اللي نشوفوا فيها اليوم من حكام كبار. معناها نحب نقول سياسه المكيالين هذه ما تجيش. ايش معناها حكم يخطئ اخطاء عاديه مكثر الاخطاء نتاعو وقتها ورقه حمراء ما خرجتش وكفران وكذا ما فيهمش بونتوات، ولكن كي تمرك البونتو بتاع طاهي ياسين الخنيسي في الدقيقه الرابعه في الوقت الضايع وقتها رجعوا الناس الكل كان زفرت قبل وكان عطيت البطاقه الحمراء في وقتها وكذا وتعاقب الى يومنا هذا ما رجعش يزفر. ولكن نشوفوا السنه زادك معنا في العوامل هذه نشوف في حكام خاصه دوليين يذبحوا في فرق وما يصير حتى شيء. نتفكروا لهنا سامحني نتفكروا المستقبل القصري مع الاولمبي البيجي الحكم نصر الله الجوادي اللي زفر ضربه جزاء على 4 متر بعيد على الخط وما صار حتى شيء. نتفكروا سليم جديدي اللي زفر ماتش قفصه والقصرين وحبس الماتش على حد شيء وطاحت للقصرين وما صار حد شيء. يعني نحب نقولوا ثم حكام كبار كي يغلطوا كيف الحكام الاخرين معناه يلزك تعامل الناس الكل على حد السواء. ولو انه سليم جدي حكم ممتاز جدا حسب رايي، حكم ممتاز، ولكن في القصرين وقفصه ذبحنا وطيحنا. موضوع التحكيم ما دهمنا الوقت زي معنا مباريات مباريات الشامبيونز ليج باش نحكي عليها كلمتين. تفضل موضوع التحكيم بصراحه النقطه كبيره ياسر في يعني في البطوله نتاعنا. عرج عليهم خويا حيدر ركزوا تركيز كبير ونعاولوا الناس كل كيف تحب تو يعني البطوله نتاعنا تحسن. اكيد جدا كابتن. زوج مباريات ما صاروش نتيجه المباريات الافريقيه. النجم الساحلي يستقبل اتحاد بن قردان نهار الثلاث في ملعب سوسه، والملعب التونسي في ملعب النيثر يستقبل الاولمبي البيجي. زوج مباريات نحاول نختموا بهم كابتن. مباراه النجم الساحلي وشبيبه قسنطين اللي ترشح فيها للدور القادم الشامبيونز ليج، وبالمناسبه باش يقابل الجيش الملكي اللي فاز 7 ليس على الفريق نقول. والمباراة الأخرى الأولمبي البيجي تقريبا الناس كل معناها مباراة صعيبة ياسر انسحب فيها أمام أبو سليم الليبي 0-0. بالنسبة للمباريات المتأجلين 3 و4 في الأسبوع هذا يعني النجم الساحلي اتحاد بن قردان هكا النجم الساحلي يستقبل اتحاد بن قردان في ملعب سوسة،
هو الملعب في ملعب الهادي النيفر، الملعب التونسي يستقبل الأولمبي البيجي. نبدو بالنجم الساحلي يعني اتحاد بن قردان، يعني اتحاد بن قردان النجم الساحلي نعرف بهزيمه امام الاولمبي البيجي، ونادي الاتحاد بن قردان بهزيمه امام نادي الفريق، يعني زوج فرق منهزمين. زوج فرق منهزمين. تبقينا الاداء الفني حسب رايي الشخصي اتحاد بن قردان عملت مباراه طيبه في ضد النادي الافريقي للامانه. يعني انا كنت شاهدت المباراه ذي، اتحاد بن قردان يعني قام بمباراة طيبة ضد النادي الافريقي، لانه هافوة يعني دفاعيا ما عرفش كيفاش تعامل المدافع في يعني تخريج الكرة من المرمى، لانه يعني بجهاز تكنيك ما عرفش كيفاش تعامل يعني اتحاد بن قردان في المباراة ضد النادي الافريقي. الهزيمة نتاعو ما كانتش يعني قاسيه بالدرجه، صحيح انها هزمت، باقين الاداء الفني كان ممتاز ضد النادي الافريقي. مباراته ضد كيفاش تشوف مباراته ضد النجم الساحلي؟ بصراحه كل شيء متوقع في المباراه هذه، اللي النجم ما يساعدوش معناها زوج مباريات باش يخسر مباريات. نفس الشيء النجم منهزم يعني ضد في المباراه الاولى. اتحاد بن قردان منهزم، مباراه باش تكون صعيبه على الفريقين. يعني الهزيمه يعني اي هزيمه لكلا الفريقين باش تكون قاسيه برشا. ولو اني حسب رايي الشخصي يعني الفوز باش يكون قريب اقرب يعني للنجم الساحلي. كما المباراه الاخرى الملعب التونسي اللي فاز على المستقبل السلمي هدفين مقابل هدف السلمي بالضبط، والاولمبي الجزء اللي فاز على النجم الساحلي في المباراه باش نتصدر المجموعة باش يكون يعني عنده 6 نقاط نتصدر الملعب التونسي باش يفرق على النقاط الفوز. الأولمبي صحيح يعني الفوز النجم الساحلي الملعب عند الشيخ مصر هو المستضيف، إمام